السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات السفر لالمانيا. عملت فيديوهات قبل كده عن ازاي نقدم على الجامعات في المانيا وازاي نفتح حساب بنكي، وكمان عملت فيديو قبل كده ازاي نقدر ندور على سكن ونلاقي سكن في المانيا. وفي اخر فيديو السكن بتاع المانيا اتكلمت ووعدتكم ان انا ان شاء الله اصور لكم فيديو تاني، ووعدتكم ان انا اخدكم جوله ان انتوا تشوفوا سكنات مختلفه في المانيا، وده اللي هنعمله ان شاء الله. فيديو النهارده هنشوف مع بعض 3 سكنات مختلفين، اسعارهم مختلفه واقول لكم سعر كل واحد فيهم، ولكن انا خليكم تتوقعوا انهي الاغلى فيهم، وفي اخر الفيديو ان شاء الله اقول لكم الاسعار بتاعه كل سكن فيهم. هنبدا الاول بالسكن اللي انا ساكن فيه، والله هاخدكم جوله في السكن بتاعي بعد الانترو. نبدا كده الاول من الساحه اللي بره السكن، دي الساحه اللي موجوده، وهاخدكم جوله برضو واوريكم الحاجات المختلفه الموجوده في المبنى، لان دوت سكن طلبه ففي حاجات مختلفه زي غرفه الغسيل والحاجات دي، فاوريكم الكلام ده برضو. بس اول خلينا اوريكم الغرفه جوه عامله ازاي. زي ما انتم شايفين الجزء بتاع المطبخ هو ده جزء المطبخ، جزء صغير كده، في الدولاب دوت والدولاب ده جايين مع السكن، وبعدين في الطاوله الصغيره دي برضو جايه مع السكن، الكرسي الصغير، كرسي المكتب وطاوله المكتب ووحده الادراج اللي هناك، كل ده جاي مع السكن، وبرضو السرير والمرتبه جايين مع السكن. السرير جاي مع السكن بالمرتبه، بس طبعا المخده والحاجات دي بتبقى خاصه بيك انت اللي بتجيبها معاك. في مطبخ صغير مع السكن، برضو الرفوف دي طبعا جايه مع السكن، وهنا في ثلاجه صغيره برضو جايه مع السكن، وهنا علبه زباله صغيره، علبه الزباله الصغيره دي برضو جايه مع السكن. وفي الحمام برضو ده الحمام، هنا في دش، الحمام بصراحه ظريف جدا. الميزه طبعا هنا ان الحاجات دي فرديه مش مشتركه، لا المطبخ مشترك ولا الحمام مشترك، زي ما في برضو في بعض السكنات التانية بيبقى موضوع ان غرفه مشتركه او كده، فلا الغرفه دي فرديه بس. فزي ما انتم شايفين ده منظر الغرفه، وبعدين في الفيو بره، هوريكم برضو الفيو بره عامل ازاي من الشباك. طبعا برضو ما شاء الله لان الغرفه فيها شباك زي ما انتم شايفين، باب كبير والشباك بتاعها كبير، فبرضو الاضاءه طول الصبح طول ما في شمس الاضاءه مش محتاج انك انت تشغل اضاءه تانية، النور بتاع الشمس لوحده يكفي ما شاء الله يعني. بس واخر حاجه زي ما انتم شايفين الفيو من بره فيه خضره، فطبعا برضو مكان ممتاز لانه هدوء مش هتسمعوا اي صوت. يلا بره نطلع بره العماره واوريكم الحاجات اللي موجوده تبع المبنى. بره كده زي ما انتم شايفين برضو خضره، بس دي تعتبر دي جوه الجامعه، فالمباني دي تبع الجامعه. وبعدين هنا في الداخل في غرفه الغسيل، فدي هنا غرفه الغسيل زي ما انتم شايفين، اجهزه غسيل، وهنا للتنشيف، حاجات للتنشيف، وهنا برضو زي ما انتم شايفين في مكان للمكوى. وبرضو مرة تانية المنظر من بره زي ما انتم شايفين برضو المباني بتاعت الجامعة، ده المبنى المشهور بتاع الجامعة. الغسالات بتشتغل بكارت، يعني في كارت الطالب بنشحنه وبعدين بنيجي ندفع هنا، ما ينفعش نستخدم اي جهاز غير لما ندفع طبعا. فدي اول حاجة موجودة غرفة الغسيل. ايه تاني متاح واتمنى انها تكون فاضية؟ في غرفة للدراسة بس مش عارفة تكون فاضية ولا لا، خلينا نشوف. دي غرفة صغيرة للدراسة، كان في حد قاعد جوه بيذاكر فما حبيتش ارخم عليه، بس زي ما انتم شفتوا يعني في غرفة تانية للدراسة طبعا فيها نت برضو تبع الجامعة، فدي تاني حاجة مميزة، وده غالبا موجود في كل سكنات الجامعة، يعني اي سكن تبع الجامعة هتلاقوا فيه برضو الموضوع ده، بس ممكن بشكل مختلف. يعني في سكنات تانية غرفة الغسيل بتبقى في مبنى لوحده، في بيبقى في مباني تانية اللي هو بتحتاج تاخد غسيلك معاك وتروح بيه المبنى تاني عشان تروح تغسل بس. وبعدين هنا عند مدخل العمارة في صناديق البريد اللي بيوصلنا عليها البريد. طبعا كل حاجة في ألمانيا هنا بالبريد، مش عارف ليه مش عايزين يعترفوا بالإيميل، فالبريد ده أهم حاجة موجودة عندك في ألمانيا، الإقامة هتيجي عليه، البنك هيجي عليه، كل حاجة بتيجي على البريد، فصناديق البريد بتبقى زي ما انتم شايفين كده. بس دي تعتبر ساحة الريسبشن، زي ما انتم شايفين مكان برضه الناس تقعد فيه، وهنا ده المكتب بتاع اللي هو المسؤول بتاع المبنى، اللي هو لو في أي مشكلة في المبنى هو اللي بيبقى مسؤول عنها. وهنا دي شوية صور، لان برضو الميزه في المبنى ان بيبقى فيه زي عارفين انتوا زي اتحاد الطلبه، بيبقى فيه برضو اتحاد للسكن، فالمبنى فيه ناس مسؤولين عنه طلبه، وبيعملوا برضو بيبقوا مسؤولين انهم يعملوا ايفنتات احتفالات، وبيعملوا مثلا فسح، بحيث ان احنا كعماره او كطلبه موجودين في العماره نبقى عارفين بعض ونقابل بعض يعني وكده. برضو دي حاجه ظريفه، ما اشتركتش معاهم غير مره قبل كده، بس الموضوع ظريف الصراحه. فالصور اللي انتوا شفتوها ديت كانت صور من اللي اخدوها في الايفنتات اللي فاتت. واخر حاجه ممكن اوريها لكم هنا في السكن اللي هو مكان الجراج، ده جراج عجل،
موجود تحت في العمارة من تحت. بس فده شكل المبنى من بره، ده اللي احنا شفناه دلوقتي. هنا في مكان جراج للسيارات، الطلبة اللي عندهم عربيات أو كده بيركنوها هناك. وده كان كده أول سكن فيهم. دلوقتي هنتحرك على تاني سكن. في ميزة برضو كنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، اللي هو فيديو ازاي تلاقي سكن في ألمانيا. الفواتير كلها الجامعة هي اللي شايلها، فدي ميزة إن الفواتير مش بتتغير كل شهر، وانت مش مسؤول انك انت تفتح فاتورة المية وفاتورة الكهرباء وفاتورة الغاز والكلام ده كله. الحاجات دي تبقى هي مسؤولة عنها الجامعة، وانتوا بس تدفعوا مبلغ ثابت كل شهر. فدي برضو ميزة تحطوها في بالكم. وصلنا حاليا لتاني سكن من سكنات الجامعة، وهو اللي ورايا دوت. زي ما انتم شايفين ده منظر المبنى من بره. الميزة هنا اللي ما كانتش موجودة في المبنى اللي فات، ان هنا في تحت كافيه ومكان الفطار، ففي تحت محلات موجودة تحت وحلاق موجود، فالحاجات دي ما كانتش موجودة في السكن اللي موجود هناك. هي هنا نفس النظام اللي كان موجود في الجامعة المبنى اللي فات. هنا مكان الغسيل، وبرضه الدفع عن طريق المكنة هنا، وبرضه في أماكن التنشيف. وده هنا my friend Denise. Hi. So what is this place? For storage. هنا مكان لتخزين العجل زي الجراج اللي كان هناك، ولكن هنا كمان في مكان تخزين. موضوع التخزين ده ما كانش موجود في المبنى اللي أنا فيه. الموضوع ظريف. هنا في أسانسير. there is ascensor here. there is a lift. But in my building there is no. But how many stores do you have? Three. Three? Mm-hmm. It's like 9, Yeah. 7. 7 plus like entries and then minus 1 for. That's too much. هنا مكتب المسؤول عن المبنى، وبعدين هنا المكان بتاع الدخول. ده مدخل تاني غير اللي كان الناحية التانية اللي احنا دخلنا منه، ومكان برضو للبريد. ودي هنا الساحة، مكان الناس تقعد فيه. شكل المبنى من تحت شكله مختلف جدا، شكله ظريف. بس دلوقتي طلعنا الدور الثالث. زي ما انتم شايفين هنا المبنى اهو من تحت. رايحين الغرفة بتاعته عشان نشوفها عاملة ازاي من جوه. ده المدخل، برضو مكان المطبخ. So everything here is private also, yeah? There is nothing shared. What do you mean? No, shared bathroom. It's for one person. هنا الحمام شبه اللي كان هناك، ممكن أصغر شوية. وبعدين هنا المطبخ صغير، وبرضو الساحة برا بتاعت المبنى. وهنا الغرفة برضو جاية معاها الدولاب. هو كل اللي جابه المونيتور والكرسي الصغير الكنبة. الباقي كله كان موجود في الشقة ساعة لما جه. الاستاد موجود بس بعيد. وده المنظر بتاع الشارع، برضو في خضرة قدامه. بس فدي كانت تاني سكن. زي ما انتم شايفين في ممكن ميزة موضوع الستورج روم، المكان اللي ممكن يخزنوا فيه الحاجات. ولكن انا نسيت اوريكم الغرفة. في غرفة العاب موجودة في السكن الاولاني اللي هو السكن بتاعي، ولكن بيبقى مقفول. يفتحوه بس وقت الايفنت، لما يكون في ايفنت ولا حاجة يفتحوه، لان جوه في شاشة تلفزيون، في بلاي ستيشن واكس بوكس وحاجة زي كده. فالكلام ده موجود في السكن الاول، مش موجود هنا. بس برضه سكن ظريف هنا ما شاء الله، لان ده برضه سكن جامعي فشامل كل شيء. تعالوا نشوف السكن الثالث. ولاني طبعا مصور محترف، فالجزء الجاي ده كله صورته ونسيت اشغل المايك، بس عادي مش مشكله. هو في الاول كنت بوريكم المبنى عامل ازاي من بره، وبعدين شفنا مكتب المسؤول عن العماره، وبعدين نزلنا الدور اللي هو تحت الارضي، واللي في الاول كان فيه جيم، كان فيه صاله الجيم. وبعدين كان فيه غرفه فيها تنس طاوله اللي هو البينج بونج، وجنبيها على طول كان فيه غرفه مذاكره، غرفه دراسه زي اللي كانت موجوده في السكن الاولاني. وبعدين بره البوابه في جنينه صغيره وفيها ترابيزات ومقاعد، الناس تقدر تقعد تاكل بره ولا تشرب حاجه. والظريف هنا برضو في السكن ان الغرفه بتاعه المذاكره فيها مطبخ صغير، يعني الناس ممكن تتجمع عشان تطبخ في المكان دوت. وكان صاحبي دينيس بيقول لي ان الناس بيجوا هنا بيتجمعوا عشان بيعملوا احتفالات، بيطبخوا مع بعض ويشوا مع بعض، فالناس بتيجي في الغرفه ديت عشان تطبخ مع بعض. وبعدين مشينا من جنب غرفه الجيم لغرفه الغسيل، ففي برضو غرفه غسيل زي اللي موجوده في السكنين التانيين. وبرضو في حاجه ظريفه تانية، وهي ان في حمامات للضيوف، ان لو في حد اصحابه جايين ولا كده في حمام خاص للضيوف. فهو الفيديو دوت اللي كان مفهوش في صوت، بس بعدين الصوت رجع، فاسيبكم تاني مع الفيديو. هنا الساحة من بره، دي الساحة بتاعة المبنى. أول ما ندخل السكن
الحمام هنا موجود. الستايل بتاعه مختلف عن الحمامات التانية، شكله أرقى. المطبخ تحسه أنضف برضو. الفرن برضو موجود شامل، وهنا في بوتاجاز، وبعدين أكيد برضو في التلاجة الصغيرة، وده هنا فريزر. الصالة تعتبر أصغر من اللي أنا قاعد فيها، طاولة المكتب ووحدة الإدراج أصغر من اللي أنا قاعد فيها، ولكن ما شاء الله يعني في حاجات ظريفة. في هنا اللمبة الصغيرة بتاعة المكتب، وفي الإضاءة دي برضو. ده غير هنا برضو في إضاءة مش عارف دي مكان تخزين برضو موجود جوه الغرفة، ممكن يتفتح. حاجة نضيفة ما شاء الله. وده الكرسي، وغالبا ده برضو السرير. برو this is the bed. It's the bed. It's the bed and This only is light here. there is no main light. Yeah, this one. Okay, so this is the main light. There is no light here. And it's here just for reading or something. Yeah, but this is the bed. Yes, and you can take these pillows inside and you feel like normal bed here. Yeah, it's a nice idea actually. So you can put نقدر نحط المخدات جوه هنا عشان يتحول لسرير. وزي ما انتم شايفين هنا زي ما قلت لكم ان في اسواق حوالين المكان. الفيو هنا مختلف، ان انا كنت قاعد فيها الفيو بتاع الغابة، لكن هنا اكتر للمدينة. وهناك ده الاستاد بتاع المدينة. واخر حاجة هنا موجودة في المكان، في مكان زي تراس شيرد، الناس كلها تقدر تستخدمه بتوع السكن. ممكن يجوا يعملوا هنا حفلات، وفي بتاع الجريل عشان يشوا كمان. بس يا جماعة ده كان تالت سكن زي ما انتوا شفتوا. انتوا دلوقتي شفتوا 3 سكنات، وتقدروا تخمنوا انهي واحد اغلى واحد فيهم. هو طبعا اخر واحد دوت كان اغلى واحد فيهم، عشان الخدمات اللي موجودة فيه زي خدمات الجيم وموضوع التراس برضو المشترك. وفكرة برضو ان اي حد مرة يقدر يقعد فيه، مش بس الطلبة. فدي برضو حاجة مغلية ان في ناس بيزنس قاعدين فيه. السكن بتاعي الشهر فيه ب320، والسكن التاني كان ب309، والسكن التالت دوت الشقة اللي احنا شفناها، الغرفة اللي احنا شفناها ب520 يورو. فطبعا اغلب حوالي 200 يورو. السكن التالت ده زي ما انتم شفتوا يعتبر انه حاجه مش تبع الجامعه. تقدروا دلوقتي تقارنوا لما تيجوا تاجروا اي سكن. عندكم خلفيه دلوقتي عن الرينج اللي ممكن تدفعوه في السكن لما تيجوا تاجروا في المانيا. بس بكده خلصنا فيديو النهارده عن سكن في المانيا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عنده اي تعليقات يقدر يكتب لي في الكومنت سيكشن تحت الفيديو، واللي حابب يتابعني يقدر يتابعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو، واشوفكم يا جماعه في فيديو تاني.